مطالبات بإعدام الفاشونيستا فاطمة المؤمن أزهقت حياة روحين وكانت سيئة بسرعة جنونية تحت تأثير المخدر، والنيابة وجهت لها 10 تهم. مين هي؟ وإيه الحكاية؟ اشتغلت مواقع التواصل الاجتماعي بمطالبات بمحاكمة عاجلة وعقوبة بالإعدام أو المؤبد للفاشونيستا الكويتية فاطمة المؤمن بعد حادث السير اللي نتج عن تهورها بحسب الظاهر في فيديو منتشر على السوشيال ميديا، وعلى إثره مات شخصين في الحال والتالت بيصارع في المستشفى ما بين كسور ونزيف في كل حتة في جسمه. الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا بيوثق لحظة وقوع الحادث فجر يوم الخميس واصطدام عربية فاطمة بعربية الضحايا عند تقاطع السور مع الملك فهد. ومن جهتها أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيان وضحت فيه تفاصيل وحقيقة الفيديو المنتشر، وأكدت الوزارة إنها حريصة على حفظ سرية الإجراءات والمحافظة على جميع الأدلة الخاصة بالقضية والأخذ في الاعتبار مشاعر جميع الأطراف وأسرهم، وده بعد ما انتشرت أنباء إنه ممكن يحصل تقاعس في القضية بتدخل بعض الوسطاء عشان يخرجوا الفاشونيستا من القضية. ومنهم كان أخو واحد من الضحايا اللي كتب على تويتر مع نشر فيديو العربية المتضررة دي سيارة الطرف الثاني اللي كان فيها أخويا، وهو حاليا في المستشفى بعد ما اتصاب بكسور كتير في كل الجسم و3 فتحات في المثانة والكلى وكسرة في الحوض، عشان كده بنناشد وزارة الداخلية منع تدخل الوسطاء في القضية لإخراج الفاشونيستا. ومع التطور السريع في القضية أعلنت وزارة الداخلية حبس فاطمة 10 أيام على ذمة التحقيق بعد ما كانت سايقة تحت تأثير الكحول والمخدرات. وأكد البيان أنه تم توجيه لفاطمة 10 تهم هي إزهاق أرواح عن طريق الخطأ وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة برعونة وقيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول وقيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة وتسبب إلحاق ضرر بممتلكات الغير وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة. وفي تحرك سريع من محامية الفاشونيستا فاطمة المؤمن قررت رفع دعوى ضد المتوفين تتهمهم بالتحرش بالمتهمة وإن ده سبب خوفها وزيادتها في السرعة، وفضلوا يطردوها لحد ما تسببوا هم في الحادث. وفاطمة المؤمن هي فاشونيستا ومهندسة معمارية عمرها 30 سنة، اتخرجت من كلية الهندسة بعدها اشتغلت في مجال الموضة والأزياء، عندها شعبية كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي وبيوصل عدد متابعينها ل2 مليون متابع. من أول دخولها عالم الأزياء والسوشيال ميديا وهي اشتهرت بإطلالات مميزة وجريئة، وبتعتبر من أكثر البلوجرز تأثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت شهرتها في 2014 بعد رجوعها للكويت بعد رحلة دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصولها على منحة لدراسة الهندسة المعمارية في ولاية فلوريدا الأمريكية، واشتغلت في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية غير شغلها في مجال الهندسة في القطاع الخاص لمدة 2 سنين بدأت فيهم برضو نشاطها على السوشيال ميديا. غير معروف أي معلومات عن زوجها أو تفاصيل شغله، لكنها كتبت في تويتر قبل كده إن جوزها كويتي وإنها بتفضل الارتباط برجل من الخليج العربي تحديدا السعودية لأن والدتها من أصل سعودي.